السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. ربنا كده يعزكم كلكم يا رب. كل اللي موجودين عندي في القناة ربنا يسعده ويكبر بخاطره زي ما انتم ما بتكبروا بخاطري وبتقولوا لي كلام بيفتح النفس. بصوا شايفين انا بوريكم اهوت المنظر. الدنيا السما كلها تلج تلج تلج، وكانت بتمطر طول الليل بتندع كده عندنا، والجو كان هوا من بعد العصر كده. فانا اسكت؟ لا طبعا ما اسكتش. انا امبارح كنت في المستشفى والحمد لله خلصت المتابعة بتاعتي وخدت الأدوية بتاعتي. الحمد لله الحمد لله صرفتها المرة دي بسهولة الحمد لله. وربنا أعني كده وقلت ايه اروق بقية الشقة. انا بعمل حاجة حاجة علشان بقى اقفلها في الساعة ديت، وتبقى كده ايه نضيفة، يعني اقفل كده وتبقى على نظافة. فبدأتها بأوضة النوم، وبعد كده بدأت بقى دلوقتي انا بنظف في أوضة الولاد. انتوا عارفين اللي انا شلت الهدوم بتاعتهم وحطيتها بقى في الدولاب الكبير. وكانت طبعا الدنيا مكركبة، بس ما كنتش فاضية بصراحة لاني رحت في المستشفى. ولما بكون اليوم اللي انا بروح فيه في المستشفى باجي تعبانة وما بعملش اي حاجة، يعني بخصص اليوم ده لوحده كده للمستشفى، لان يا دوبك ببقى عايزة يعني ارجع البيت انام على طول. فمن كتر التعب طبعا من اللي بيطلبوه مني طالعه نازله باخد الادويه بتاعتي. وانا لما باخد الادويه بتاعتي باخدها، ما باخدهاش كده يعني ادويه وخلاص، لا انا في حقن باخدها، في محاليل، في كانولا. فدي بتبقى مرهقه برضو بالنسبه لي، بتتعبني. والله المستعان. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. ربنا يا رب ما يدخل المرض ابدا 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 في جسمكم، وربنا يشفي لكم كل حبايبكم، وربنا يا رب كده يحفظ لكم كل حبايبكم يا اللهم امين يا رب العالمين. والواحد دايما طول ما هو ماشي على رجليه ما يوقفش شغل ابدا. انا ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يديني كده الصحة وافضل كده لغاية اخر يوم في عمري اشتغل واشتغل في بيتي بعزة وبكرامة ومن غير اهانة من حد، يعني مثلا صاحب شغل او اي حاجة. وهو والحمد لله على كل ربنا اللي بيجيبه. يعني انا دخلي من القناة، يعني انا دلوقتي مثلا يعني بقبض كل 6 شهور، لان ايه المشاهدات ولسه القناة يعني لسه صغيرة. فعندي امل وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله القناة بتاعتي هتكبر. فبقول الحمد لله اللي انا ممكن يبقى ليا دخل كل 6 شهور مثلا. في ناس تانية ما بيبقاش عندها الدخل ده خالص خالص يعني. فبحمد ربنا اللي ربنا وجهني لطريق مثلا اللي انا اشتغل، مش ابقى قاعدة في البيت ويعني واحط ايدي على خدي بقى واقول ده انا تعبانه ده انا مريضه. لا ده بالعكس، التعب هيمسك الواحد اكتر كل ما الواحد يحس اللي هو عايش بقى في دور الوهم والتعب ده. لا والله لو الواحد فيه امراض الدنيا كلها وتعب الدنيا كله، وربنا مديه القوه كده والشجاعه اللي هو يشتغل في حياته ويراعي اللي معاه، اذا كانوا ولاده ولا اهله ولا والده ولا والدته، ربنا بيديله الصحة. والله الصحة مش باكل، ها، والصحة دي بتبقى من عند ربنا، بتبقى من عند ربنا. ممكن واحد يكون بكامل صحته وما عندوش العزيمة اللي هو يدي او يدي للي حواليه او يدي للي منه او وممكن كمان يبقى عليهم. وواحد بيكون تعبان وبيشتغل وحاطط امله في ربنا اللي هو ربنا هيقويه فعلا. ربنا بيقوي. انا لما ببقى تعبانه بتكل على الله كده واقول يا رب قويني، يا رب ما تنيمنيش جت ابدا يا رب. وربنا بيديني القوه وبيديني الشجاعه من عنده الحمد لله. ما افضلش اقول بقى لا انا تعبانه انا مريضه انا اقعد وحد يخدمني. ما فيش حد بيخدم حد، واللي بيخدم حد يوم ما بيخدموش اليوم اللي بعده، او اللي بيخدم حد ساعة ما بيخدموش في الساعة اللي بعده. فعشان كده الواحد يعتمد على ربنا اولا، ثم يقوم ما يعيش في دور المرض، ما يعيش اللي هو تعبان. التعب هيعيش في الدور زي ما قلت لكم كده، التعب هيزيد اكتر.
لكن هيتشجع ويقوم كده ربنا هيديله القوة ويديله الصحة. زي بالظبط البني آدم اللي هو بيحب يشتغل ومن صغره بيشتغل وطول حياته بيشتغل وبيموت وهو بيشتغل، والإنسان اللي هو بيتكل وقاعد في البيت وعايز الراحة وعايز فلوس تجيله وهو قاعد بأي طريقة بقى، سلف، حد يتصدق عليه أو الكلام ده كله. لا بس احنا الحمد لله الحمد لله ربنا كده يا رب يدينا الصحة دايما، ونقوم نخدم نفسنا ونقوم نخدم اللي منا، وما يحوكوش لحد أبدا أبدا يا رب العالمين. نتكلم بقى. انا مسحت كده، وكمان بمسح بكلور، يعني القماشة اللي انا بمسح بيها بحط فيها كلور، وتاني مسحة بقى كده بحط معطر. نقلت ديت بقى خلاص بقت مكتبة، نقلتها الناحية التانية علشان بشوف منظر الأوضة واظبط. هتشوفوها بقى دلوقتي بعد الفرش وتقولوا لي برضو رأيكم بحاول بقدر الامكان اللي هي تبقى ملمومة، وفي نفس الوقت الأوضة ديت احنا بنقعد يعني تقريبا كده بنقعد فيها كلنا كده، بنعمل كل حاجة فيها، وخصوصا لما تكون مقفلة كده، المذاكرة بقى والأكل وكل حاجة ديت. يعني المنفس اللي هي البلكونة، المنفس بتاع البيت ديت، الأوضة ديت، فبتبقى قعدتنا فيها. شلت المكتبة وحطيتها كده قصاد البلكونة كده، عشان كمان الراوتر ده بصراحة مظلوم معانا وقرب يتكسر بصراحة، فقلت ارفعه من على الارض واحطه كده على المكتبة ديت. وكمان طلعت الفرش بتاع ام مرشد، الله يبارك لها ويديها الصحة ويعزها ويكبر بخاطرها هي واختها ووالدتها يا رب العالمين، ويديهم الصحة ويزيدهم من نعيم الله. كل ما بستعمل حاجة بدعيلها، ومن غير ما استعمل كمان بدعيلها، واقول ربنا يعزها زي ما هي كده بتفتكرني، وزي ما هي كده بتجيب لي الحاجة اللي انا عايزاها. بصراحة هي لما بتجيب لي الحاجة بستعملها بصراحة. بسيب الحاجات اللي يعني الحاجة اللي انا مش عايزاها، بوزعها الحاجة القديمة يعني، وبستخدم الجديد. فمحدش ضامن عمره يعني، وخلوها على الله. الدنيا بقى بصوا الأوضة بقى شكلها كده، مع ان انا مش عاجبني شكل الطبلية هنا، بس بصراحة بنستخدمها. معلش صوت رسائل الواتس، انا قافلة، انا هقفل اهوت النت علشان ما قفلت خالص اهوت، علشان الرسائل بتبقى بصراحة ما تزعجكوش. وبالمرة في نفس الوقت بقى ما هو يعني الواحد لما بيجيله الفوق او لما بيجيله الشجاعة اللي هو يعمل حاجة، فانا بقيت اعمل كذا حاجة مع بعض. روقت الأوضة وشغلت الغسالة والطبيخ شغال في نفس الوقت ماشي. والنهاردة طبعا العدس، انا عارفة اللي انتوا بصوا القناة ديت لو عديتوا كام مرة عملت فيها عدسة هتلاقوها 365 يوم في السنة. بصراحة العدس ده وجبة محترمة بصراحة، هي اللي بتسد مع كل حاجة. تطبخي حلة العدس، وخصوصا في الأيام بقى اللي هي البرد. وفي مقولة عن المصريين بيقولوا أول لما الدنيا تشتي كده نقوم ساحبين حلة العدس من أجدادنا، نعمل الأكلة ديت، بتدفي ومغذية وبتشبع أي حد بصراحة. زي ما انتوا شايفين كده طبعا، او انتوا حفظتوا خلاص انا بطبخه ازاي. ما بحبش اشوحه بصراحة، بحب احط كل الخضار فيه، جزرايه وبصلايه كده زي ما انتوا شايفين، وفصين توم حطيتهم في الاول، وقطيتين كده بتخليه طعم وجميل. ما بحطش بقى ولا مرق الدجاج ولا اي منكهات تانية ولا اي حاجة خالص، هي منه فيه كده بيبقى بيبقى طعمه حلو. ضربته بقى العدس كده لما استوى، ضربته في الخلاط، وحطيت بقى الطشة بتاعته، بصلاية كده كبيرة حلوة كده، وحطيت حبة زيت ومكعبين زبدة، والتومة بتاعتها حطيت بقى يحمر بس كده، وبعدين طشيتهم. انا بصراحة ما كانش عندي رز، كنت بحط كده معلقتين رز او معلقتين شعرية، ما كانش عندي ولا رز ولا شعرية بصراحة. قمت حطيته كده، عملته كده من غير خالص يعني، وقمت طشه الطشه بتاعته. بقول لكم ايدي في الطبيخ وايدي في الغسيل بصراحة. ما انا استغليت بقى الوقت هم في المدارس وكله راح عنده امتحانات، اللي في الكلية برضو عنده امتحانات، وكله بصراحة قلت اخلص كله كده
مع بعضه. حبة نشاط بقى ما بيجوش ايه على طول يعني. ربنا كده يا رب ينشط جسمكم وما يدخلش المرض ابدا 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 يا رب. ما بتمنهاش لألد اعدائي بصراحة. المرض ده ما اتمنهوش لحد ابدا يا رب. طشيت بقى الطشه كده. بصوا بقى زي ما بقول لكم، ايدي في الغسيل وايدي في الاكل عشان كله يخلص كده مع بعضه. الموضوع كله ما خدش معايا ساعه الحمد لله يعني. حبه الغسيل على الاكل على الترويق كده، على الرايق بقى كده. وكانوا جم بقى خلاص. يعني انا خلصت من هنا وبداوا يجوا ما شاء الله عليهم. والنطره مطرت عليهم، الدنيا شتت عليهم خالص وهم جايين. فايه يعني بصراحة الوجبة كانت لايقة قوي 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 على الجو دوت. وطبعا ما ننساش بقى ايه طبق السلطة المحترم. وكنت كمان شاوية بطاطا. البطاطا جميلة واخر طعامة يعني. ان شاء الله ان شاء الله مش هخليها ايه تتمنع من البيت خالص. اهو الغسيل بقى وملك بصراحة هي اللي نشرت. قلت لها قومي انشري انتي وانا ايه اخلص بقية الاكل. وهي كنت هنا خلاص خلصت وكنت بوريكم البطاطا ما شاء الله عليها اهي. استودعتكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.